بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة شوية محشي. بنتي بقالها يجي سنتين نفسها تاكل محشي على الكانون. بس الأول هنطبخ الفراخ بتاعتنا عشان ناخد منها شوية شوربة حلوين كده نسقي بهم المحشي بتاعنا. بعد ما غسلنا الفراخ بتاعتنا غسيل كويس هنحطها على النار في الحلة، وهنضيف بصلة وورق لورا وفلفل أسمر وحبهان، وهنسيبها تتلوح بعرقها كده. أنا ما بحبش بصراحة أضيف أي مادة دهنية للفراخ أو اللحمة وأنا بسويها. كفاية الدهون اللي بتبقى موجودة فيها. دي تربية بيتي الفراخ ديت، وانا ببقى عارفة هي شكلها ايه، والحبة الشوربة بصراحة اللي بيبقوا موجودين بيبقوا طعمهم حلو قوي، وحاجة انتي عارفاها وضمناها ومتربية في البيت وعارفة شكلها ايه زي ما احنا قلنا. اهيت يا حبايبي الفراخ بعد ما شوحناها. ما شاء الله والله هي اصلا هيطلع منها دهون واللي فيها كفاية. هنضيف لها بقى المية وهنسيبها تستوي، وهنحط لها برضو الملح من الأول عشان ديت فراخ بيضة ومش هتاخد سوي كتير وبرضو تاخد الحدق بتاعها. بنتي بقى لها يجي سنتين بتقول يا ماما أنا نفسي آكل محشي على الكانون. بتهيأ لها إن الطعم هيبقى حاجة تانية، فاحنا هنحاول نعمل لها اللي هي نفسها فيه. انا ما عنديش مكان على السطح اعرف ابني عليه كانون، ففكرنا بقى وجبت الشواية وقلنا هنعمل فيها او عليها المحشي بتاعنا. هنحط طوبة من الجهة دي وطوبة من الجهة التانية عشان نعرف نسند عليهم الحلة بتاعة المحشي، وهنسيب النار تستوي كده وتطيب براحتها، وبعدين نجيب المحشي بتاعنا ونشوف النتيجة هيبقى شكلها ايه. الحقيقة ديت أول مرة والله أطبخ رز أو محشي على الخشب، وربنا يسترها. بصراحة أنا خايفة، يعني في ناس كتير بتطبخ على الخشب عادي، بس بالنسبة لي أول مرة، فأنا مش عارفة النتيجة هتبقى ايه، وإن شاء الله تبقى النتيجة كويسة. هي الفراخ بتاعتنا استوت ما شاء الله يا حبايبي. شايفين الشوربة على وشها دهون برضو قد ايه، والله ديت من الفراخ. عملت لنا شوية شوربة محترمين كده، هناخد بقى ونعقد منهم للمحشي. أتمنى أنها تكون تجربة ناجحة إن شاء الله، ونكررها ويكون الطعم بتاع المحشي على الكانون مختلف، ونرضي بنتنا ونعمل لها اللي هي عاوزاه إن شاء الله. هناخد المحشي بتاعنا بقى وهنطلع على السطح نحطه على الشواية. اهوت يا حبايبي المحشي بتاعنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب استرها ان شاء الله. والله قعدة المغربية دي جميلة قوي، والدفى اللي طالع من الشواية ويا بقى الهوا اللي على السطح ما شاء الله مخلي ريحة المحشي مالية المكان. ما شاء الله ما شاء الله بيغلى هوت الريحة بقى، والهوا مطيرها في كل حتة، وريحة المحشي مفحفحة ما شاء الله جميلة والله. خلاص كده تقريبا المحشي بتاعنا استوى. هناخد واحدة كده ونشوف الرز اللي جواها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما شاء الله والله ده حاجة تمام قوي. الرز مستوي وزي الفل اهوت، والحمد لله طلعت تجربة ناجحة. المحشي بتاعنا اهوت احلى حلة محشي على الكانون او على الشواية.
أتمنى إن التجربة تكون عجبتكم، ويسعدني وجودكم معانا، وأحب أعرف تعليقاتكم على القناة، وأحلى حلة محشي على الشواية، ويا رب إن شاء الله تكون الطعم مختلف ويعجب بنتي بإذن الله.